يابا المحاولة رقم 5 حتى نسوي بيتزا إيطالية بلمسة عراقية. بالفيديو اللي فات بيض اللحم بعجينة عندنا ما استوى تماما، فقررنا شنو نسوي. بالبداية جبنا بيض أورجانيك، وراها جبنا جهاز اسمه سوفيت، واللي هو عبارة عن جهاز يحفظ درجة الحرارة بشكل جدا دقيق. خلينا حرارته على 75 سيليزي، ونزلنا بيه البيض شوية شوية حتى لا ينكسر. بهالاثناء جبنا العجينة مالتنا وفتحناها بطريقة كلش حلوة، دخلناها بالفرن الحار وفريناها شوية شوية حتى تنتفخ من الأطراف. ما شاء الله طلعت مخبل والريحة ممتازة. طلعنا البيض مالتنا على كيف من السوفيت، فريناها شوية حركات العيد، طقيناها فوق اللحمة بعجين. اوف رهيبة مطبوخة بيرفكت. جبنا جبن بارميزان معتق 12 شهر، برشناه فوقها وخليت فوقها شوية ثوم معمر. هنا نسكت قليلا احتراما وتقديرا للنابولتن لحم بعجين. عمالكم خلصنا؟ لا. واحد من الشباب بالتعليقات كتب هذا التعليق. عجبتني الفكرة مالته هواية. الفيديو القادم راح نخلط البهارات مال خبز عروق ويا العجينة مالتنا ونسوي بيها النابولتن لحم بعجين خبز عروق ونشوف شلون تصير. شنو رأيكم؟ تصير طيبة ولا لا؟ في مهلة.